بس. تمام. هجيب بقى البطاطس، هحط لي مثلا بطاطسيتين 3 مش اكتر من كده. البطاطس عشان اعمل الربط، يعني علشان يبقى ماسك نفسه شوية كده، عشان كده بنحط البطاطس. وكمان بتطعمه برضو، حطي البطاطس اللي انت عايزاها. انا عاملة قد ايه عدس؟ عاملة كيلو، يعني الكيلو حطيت عليه البصلتين، وحطيت عليه كمية الطماطم دي، وحطيت عليه التلات 4 بطاطسيات وفصوص التوم اللي انتوا شايفينها. بعد كده هغطيه بالطماطم، هغطيه بالميه، اقصد ميه من الحنفيه عادي قوي، مش هحط عليه اي حاجه، هحط عليه طماطم بس لحد ما يتسلق معايا. بصوا هغطيه ميه. عندك شوربه حطي، انا بشوف في ناس بتحط عليه شوربه وشوربه ليا، بشوف ناس بتحط عليه شوربه وشوربه ليا وحاجات زي كده، ما اعرفش بصراحه بيعملوا كده ازاي، هو اصلا العدس بيكون تقيل. هسيبه بقى ياخد يعني غلوتين 3 4. بصوا هيبقى بالشكل ده، بصوا شكله ده القوام بتاعه اهو كده. لسه ما ضربتوش في الخلاط، هاخده بقى اضربه في الخلاط وهيبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى احط عليه البهارات بتاعتي، البهارات ملح وفلفل اسود وكمون، عندك شطة حطي. طبعا الكاميرا عاملة كده علشان العدس سخن جدا فالبخار، وطبعا احنا عارفين ان العدس من الحاجات اللي بتحتفظ كويس قوي بالحرارة، فعشان كده يعني تحسوها مشبرة شوية. حطيت بقى ملح وكمون وفلفل اسود وسبع بهارات، وهبدأ بقى اقلب الكلام ده كله كويس قوي كده. وعندي على العين التانية شعرية بحمرها، طبعا في ناس ممكن يعني تعمله كده، وفي ناس ممكن تحط عليه شعرية، يعني ده او ده، بس الشعرية بتديله طعم. هديله بقى تقليبة حلوة كده، كده بالشكل ده. بصوا حسيت ان البهارات كلكعت شوية، فقلت اجيب يعني الكبشة دي او المعلقة دي اقلب بيها، بس لا خلاص هي كلكعت شوية، هتفك لما هنزل الشعرية. وعندي بقى بصل محمر كنت محمراه، هاخد منه حبة كده واحطه فيه، وبعد كده هاخد حبة بقى ايه على كل طبق كده، هحط حبة، فاهميني؟ بس. وعندي بقى الشعرية اتحمرت وبقت زي الفل، هنزل بيها كده بسم الله اهو، وهديها تقليبة. وبعد كده هنزل هاخد حبة كده احطهم في الطاسة تاني، وارجع انزلهم كده بالشكل ده. بس جاهز معانا. هحط بقى جنبه زي ما انا وريتكم في اول الفيديو، هفرغه كده واحط عليه البصل بالشكل دوت، وهحط جنبه بقى بصل وليمون وفلفل مخلل وطماطم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون نال رضاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. دوسي بقى لايك للفيديو، يلا بينا اقول لك على طريقه حلوه قوي تعملي بيها البيض المسلوق وتخلي اولادك يحبوه ويبقوا بصوا يعني هيتجننوا عليه. اول حاجه كده جيبي الحله او الكزرولة اللي انت هتسلقي فيها البيض. بنحط ملح وبنحط خل. الخل علشان البيض لما يتفتح يعني لما يجي يتشقق ما يخرجش البيض منه او البياض منه، فيبقى شكلها غريب كده، لا عشان لما يتشقق تفضل محافظة على شكلها. ده بالنسبة للخل. الملح ده تعقيم، ان احنا بنعقم البيض. طبعا احنا قبل ما بنحطه في المية بنغسله غسلة كويسة، وبعد كده بنحطه في المية. خلاص بحطه على النار لحد ما يبدأ يتشقق كده او المية توصل لنصها. خلاص البيض اتسلق معايا، هجيب طبق واحط فيه قطعة كده من الزبدة او قطعتين من الزبدة او من السمنة البلدي، يعني يا دي يا دي. يا طبعا يستحسن يكون سمن بلدي، بس ما عندكيش عادي انت ممكن تحطي زبدة صفرة. هحط كده كام قطعة. طبعا البيض اتسلق معايا زي ما قلت لكم. الوصفة دي ما تنفعش غير والبيض سخن جدا، يعني ما ينفعش يكون البيض برد وتعمليها، مش هتسيح معاكي الزبدة. خلاص انا حطيت كده كام قطعة كده من الزبدة زي ما انتم شايفين زي المبشورة كده. تمام. هبدأ بقى اقشر البيض بتاعي وهو سخن مولع. بصوا انا هوريهولكوا اهو، بصوا لسه نازل من على النار، يعني انا خلاص سلقته. وهبدأ ان انا
اقشره وهو سخن جدا. تمام. بصوا، ما تستنيش عليه يبرد، لو استنيتي عليه يبرد مش هتاخدي النتيجة اللي احنا عايزينها. هقشره بالطريقة دي كده اهو. طبعا هو بيكون سخن، طبعا لو معمول بقى بالزبدة البلدي او بالسمنة البلدي عايزة اقولك في حتة تانية خالص. هقشره كده وهبدأ انزل بيه على الزبدة بتاعتي. بصوا هتلاقوه سخن مولع. ابدأ اكسره كده. بصوا بيطلع دخان ازاي. ايه بقى اللي هيحصل وهو سخن كده؟ هيسيح الزبدة فيه، ولما هنرش عليه الفلفل الاسود والملح بيبقى طعمه تحفة، خطير بجد والله العظيم تحفة. لو انتي مش عارفة تأكلي ولادك ازاي البيض المسلوق، جربي الموضوع ده، حلو جدا جدا مع سندوتشات بقى البلدي او سندوتشات الفينو، بيبقى الطعم مختلف تماما. بصوا هقشر كل واحدة كده وهحطها وابدأ اكسرها مع الزبدة. دي زبدة صفرة اللي هي فرن، دي برضو طعمها كويس مش وحش، بس بلاش بقى موضوع سمنة وزيت والكلام ده. يا زبدة يعني، يا زبدة صفرة كده يا اما سمنة بلدي، ما تعملهاش بأي حاجة تانية عشان ما يبقاش طعمها مش ألطف حاجة. هقشر البيض كده. انا عملت 4 بيضات، انتي بقى ممكن تعملي 2 3 زي ما انتي عايزة. وهبدأ ان انا احطها بالشكل ده. انا بقشرها، وبعد ما بقشرها بشطفها شطفه بسيطه كده تحت الحنفيه عشان ما يبقاش فيها اي قشر او اي حاجه ما شفتهاش. وبعد كده بحطها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده خلصت الكميه بتاعتي. هشيل بقى القشر ده خالص كده، وهبدأ اكسر البيض كويس. بصوا بقى هكسر البيض بتاعي كويس قوي كده بالشكل ده، وهبدأ اقلبه في الزبدة. على فكرة كمان الوصفة دي موفرة، يعني لو عندك عدد أفراد كتير مثلا وعايزة تعملي بيض وما عندكيش غير 4 أو 5 بيضات، انت ممكن تعملي الوصفة دي وهتكفي الكل. اهو بصوا، عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. هحط بقى رشة فلفل اسود ورشة ملح، طبعا الفلفل الاسود عشان يطعمها، ورشة ملح فلفل اسود. عايزة تحطي شطة حطي. وهقلبها كده بالشكل ده بس كده بألف هنا. جنبها بقى شوية زيتون مخلل وعيش بلدي، تحفة حكاية بجد تحفة. لو عجبك الوصفة متنسيش تعلقيلي وتقوليلي جربتيها ولا لأ. مستنية تعليقاتكم. أتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وتكون فكرة جديدة للناس اللي ما بتحبش البيض، بجد طعمها تحفة عن تجربة. أشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.